أهلا أهلا. كيف حالكم يا أصحاب؟ إيه رأيكم النهاردة نتكلم عن فوائد الخضروات؟ يحتوي الخضار على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. يساعد تناول الخضار في تعزيز الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض. يساهم الخضار في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يساهم الخضار في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يحتوي الخضار على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم. يمتاز الخضار بكونها منخفضة السعرات الحرارية، مما يساعد في إدارة الوزن. يحتوي الخضار على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. يساعد تناول الخضار في تحسين صحة الجلد والشعر. يحتوي الخضار على العديد من المركبات النباتية التي تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان. يمتاز الخضار بكونها منخفضة الدهون والكوليسترول، مما يساعد في الحفاظ على صحة القلب. يساهم تناول الخضار في تعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة. يحتوي الخضار على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم. يحتوي الخضار على الكالسيوم الذي يساعد في بناء وتقوية العظام. يساعد تناول الخضار في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك. يحتوي الخضار على الحديد الذي يساعد في تجديد خلايا الدم الحمراء. يحتوي الخضار على الفوليك أسيد الذي يساعد في تكوين الحمض النووي وتطوير الجنين. يساهم تناول الخضار في تحسين صحة العيون والحفاظ على الرؤية الجيدة. يحتوي الخضار على الألياف التي تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم. يساعد تناول الخضار في تحسين عملية الاسترخاء وتقليل التوتر. يحتوي الخضار على الكاروتينويدات التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز التنفسي. يساهم تناول الخضار في تعزيز الشعور بالشبع والتحكم في الشهية. أنا مبسوطة أنكم عرفتوا المعلومات المهمة. دمتم في صحة وسعادة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم.